يعني هي العيشه غاليه والدنيا غاليه على الناس كلها، وهي كل البيوت ماشيه ببركه ربنا والله. هي ولا شطاره مني ولا شطاره منك ولا شطاره بالورقه والقلم كده ولا اي حاجه خالص، يعني هي في الاول وفي الاخر ماشيه عندنا كلنا ببركه ربنا. فان شاء الله ربنا يبارك في القليل ويزيد. لو انت امكانياتك تجيب اعلى من كده واكتر من كده مفيش اي مشكله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة تشوفيني، أنا شيماء ودي قناتي، أتمنى تشتركي فيها وما تنسيش تاخدي جولة في القناة. إن شاء الله هتلاقي فيها أفكار ومعلومات هتفيدك. وما تنسيش كمان حبيبة قلبي اللايك الحلو من إيديكي، عشان قناتنا لسه جديدة وتكبر إن شاء الله معاكم وبيكم. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض ميزانية لأول أسبوع في شهر 8. تكفي 4 أفراد، شاملة فطار وغدا وعشاء ومنظفات وكل حاجة. طب تكلفتها كام دي يا شيماء؟ هتكون تكلفتها 1100 إن شاء الله. بس عشان أكون صريحة وواضحة معاكم، هي هتكون من غير عيش ولا تموين. تابعي معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا، انا في البدايه هبدا اقسم الميزانيه بتاعتي زي ما قلت لكم، اللي هي 1100 جنيه. هبدا اقسمها لبنود اساسيه ورئيسيه، اللي هم هيكونوا معايا الفطار والفاكهه والتسالي للولاد والمنظفات، وعندي كمان عطاره، وعندي كمان البروتين. وفي الاخر خالص هبدا اعرض معاكم المنيو بتاعنا هيكون عباره عن ايه. بصراحة أنا عارفة إن الجو حر اليومين دول، ومش كل الناس بيكون ليها تقول على الفطار أول ما بتصحى. وبالذات كمان الولاد بيبقوا سهرانين طول الليل وبيقوموا متأخر، فما بيكونش ليهم نفس أول ما بيصحى. وفي الصيف دايما ما بيكونش لينا يعني القعدة اللي هي على الترابيزة كده، زي أيام الدراسة والأجازات وكده. فكل واحد بيقوم الصبح ياخد إيه، سندوتش كده مع نفسه، يعني مع كوباية شاي بلبن نسكافيه. فأنا في البداية خالص جايبة ربع كيلو جبنة تركي ب70 جنيه. أنا هجيبها تمنين، يعني أخلي الراجل يعملها لي على تمنين. تمن هبدأ مثلا أكله أول يومين، وبعدين أستنى يومين كده ولا حاجة، وبعد كده أطلع كمان تمن. ده علشان أنا لو جبتها كلها على بعضها في طبق واحد ربع كيلو، هي هتبقى محطوطة في التلاجة، واللي رايح واللي جاي كده هيبدأ ياخد منها، وتاني يوم أصلا انتي مش هتلاقيها. فالأفضل إنك تقسميها لتمنين كده، التمن يبقى موجود قدام الولاد في التلاجة، والتمن التاني شيليه كده بعيد عن ايديهم، يعدي يومين كده ولا حاجة، وبعد كده طلعيه. طب ليه كده؟ علشان يعني الحاجة الحلوة، يعني أغلبية الناس بتحب الجبنة التركي، ما تخلصي معايا كلها أول يومين في الأسبوع، واجي بعد كده على آخر الأسبوع ملاقيش حاجة كده الولاد إيه تفتح نفسهم وحاجة بتعجبهم. تمام. ده بالنسبة للجبنة التركي. في حد ممكن يعني يستبدل تمن منهم ويحط مكانه ربع كيلو جبنة تلاجة، اللي هي الجبنة الطرية العادية. وفي كمان حد ممكن يجيب مكانها ربع كيلو الجبنة الرز. يعني أنا هنا بديكوا بدايل للتمن التاني بتاع الجبنة التركي. بس أنا عارفة إن أغلبية البيوت وأغلبية الولاد بيحبوا الجبنة التركي، فجربي فكرة إنك تجيبي الربع على تمنين، وتطلعي تمن كده في أول يومين، وبعدين في آخر يومين كده في الأسبوع تطلعي التمن التاني. تاني حاجة معايا أنا عاملة حساب 25 جنيه ربع جبنة قريش. بصراحة الجبنة القريش بتبقى حلوة وبتبقى مغذية، مع رشة زيت كده وشوية حبة البركة. ممكن تعمليها للولاد مع شوية لبن كده، وتبقى زي الكيري. بتبقى حلوة برضو في السندوتش كده مع خيارة وحاجة خفيفة. معايا كمان 30 جنيه 6 بيضات. حد هيقولي طب انتي يا شيماء ال6 بيضات دول هيكفوا معايا الفطار والعشاء يعني طول الأسبوع؟ ما بصي، أنا بصراحة مش هعتمد على البيض كل يوم. يعني أنا همشيها نظام، يعني صنفين صنفين. يعني اعمل مثلا جبنه قريش مع بيضتين كده وشويه فلفل اخضر كده ومعلقتين لبن، يعملوا لي قرص كده طاسه بيض حلوه محترمه. يوم تاني جبنه تركي مع شويه فلافل وكم عود جرجير كده وكوبايه شاي بلبن. فاهمين قصدي ولا لا؟ فاحنا نمشيها يومين يومين كده في الاصناف. ان شاء الله هتلاقي معاكي طول الاسبوع متنوع، والحاجه هتفضل موجوده معاكي لاخر الاسبوع. تمام. عاملة كمان حساب 50 جنيه لبن، عشان سواء كان فطار أو عشاء. حبيتي تحطيه في نسكافيه، حبيتي تعمليه للولاد في شاي بلبن، في نسكويك، مفيش مشكلة. ومعايا كمان 15 جنيه هجيب ربع فول للتدميس. لو مش حابة انك تعملي مثلا تجيبي الفول وتدمسيه في البيت، مفيش مشكلة. لو انتوا يعني ملكوش تقل جامد قوي على الفول، ممكن تجيبي مثلا ايه كيسين 3 وتخليهم في الفريزر او في التلاجة، ووقت ما تعوزي تسحبي منه كيس.
ومعايا كمان ب5 جنيه عجينة فلافل، يعني يوم كده بتبقى حلوة برضو، يعني احنا كل فترة والتانية كده نفسنا تروح على الفلافل، فتبقى برضو موجودة معانا ويبقى نوع من انواع التغيير. يعني لو عملت في يوم كده سندوتش فلافل كده مع جبنة تركي كده، سندوتش تاني وعودين جرجير برضو وشوية شاي بلبن، يعني هيبقى فطار حلو وكويس وهيعدي. طب لو حد بقى ما بيحبش الفول والفلافل، انا ممكن استبدل الاتنين دول اللي هم عاملين 20 جنيه، واحط مكانها جبنه تركي مبشوره، وابدا اعمل للولاد ميني بيتزا. دي برضو هتبقى حلوه، هتعمل لي صينيه كويسه، اقطعها كده واحطها في التلاجة، وكل يوم يفطروا، يعني هتقعد مثلا يومين ولا حاجه، يفطروا منها مثلا يا اما يتعشوا منها. ومعايا كمان حاجه تانية في الفطار حلوه قوي ومغذيه، هجيب ب6 جنيه ربع غلة بليله. انا معايا هنا 50 جنيه لبن. شوفي سواء انت بتحبيه بقى لبن بقري او لبن جاموسي، انت جيبي على قد 50 جنيه. فممكن لو حد برضو صاحي الصبح ومالوش نفس ان هو يفطر، ممكن ياخد بولة بليلة كده مع نص كوباية لبن، ويبقى فطار صحي برضو، فطار خفيف وحاجة مغذية للولاد. انا كده الميزانية بتاعت الفطار والعشاء دي عاملة معايا بالظبط بالورقة والقلم 202 جنيه. هي متنوعة وفيها اكتر من صنف، وزي ما قلت لك انت يعني ما تحطيش الاصناف دي كلها مع بعض. هو الصيف بيبقى حر وكل واحد بيقوم لوحده، مش كلنا بنصحى مع بعض، فالدنيا بتبقى ماشيه ايه يعني الصبح كده ما حدش ليه نفس، بتبقى نظام سندوتشات يعني. فانت ماشيها صنفين صنفين كده، وان شاء الله الدنيا تبقى ايه كويسه معاكي. تمام، ده كده بالنسبه لبند الفطار. تاني حاجة معايا هنا أنا عاملة حساب الفاكهة والتسالي، يعني حاجات لآخر اليوم كده للولاد، 140 جنيه. في الفاكهة أنا حاطالها 100 جنيه. أنا عارفة إن الفاكهة غالية اليومين دول، بس انتي مشيها صنفين كده، وكل صنف ب50 جنيه. يعني مثلا تجيبي ب50 عنب وب50، شوفي بقى اللي انتي بتحبيه. تفاح مثلا كيلو اللي هو البلدي ده ب50. يا إما تجيبي بيها مانجا، هي المانجا برضو ايه سعرها معقول شوية، 30 35 40. تجيبي على قد ال50 جنيه. تمام. وتجيبي كمان ب10 جنيه ربع ذرة فشار، وتجيبي كمان ب10 جنيه ربع ترمس حلو تعمليه للولاد. ومعايا كمان 20 جنيه هنجيبي بيهم 2 كيلو بطاطا. تمام. دي بتبقى حلوة برضو لآخر اليوم كده بعد الغدا، الولاد عايزين أي حاجة ياكلوها. تجيبي 2 كيلو على الكيلو ب10 جنيه. يا إما لو انتي مش حابة البطاطا، أنا ممكن أستبدل البطاطا بلفة جلاش سادة، واعملها لها كده، اعملها لهم حلو يعني رول كده او مربعات سادة من غير اي حشو، بتبقى جميلة وحلوة. يا اما ممكن تجيبي نص كيلو كنافة بال20 جنيه وتعملها لهم برضو سادة، وتسقيها شربات، بتبقى برضو ايه حاجة حلوة وخفيفة وكويسة. تمام كده. فانا بالنسبة لبند الفاكهة والتسالي عاملة لها 140 جنيه. 100 فاكهة قسميها زي ما قلت لك نوعين صنفين، آم، عنب وتفاح، عنب ومانجا، على حسب المتاح عندك وعلى حسب اللي انتوا بتحبوا تاكلوه. تمام. يعني مثلا لو قلنا الفاكهه دي هتقعد معانا يومين، انا بقيه الاسبوع عندي حاجات يعني لاخر النهار الولاد ممكن ينوعوا فيها. عندي برضو غلة البليلة هنا فوق كده، لو ما حبوهاش ان هم ياكلوها على الفطار، انا ممكن مع شوية لبن واعملها لهم عاشورة. بتبقى حاجة ساقعة حلوة برضو في التلاجة، وبترطب كده على الولاد كده، فهتبقى برضو لذيذة معاهم. يعني لو مثلا مش حابين البطاطا، انا ممكن بفلوس البطاطا دي اجيب لبن واخلي اللبن دوت للفطار عادي، فاجيب ب20 جنيه دي لبن مع ربع غلة البليلة، وابدأ ان انا اعمل لهم بولات عاشورة كده في التلاجة. هتبقى حلوة ومغذية وكل الولاد برضو بتحبها. نيجي بعد كده لتالت بند، وهو بند المنظفات. انا عارفه ان بند المنظفات يعني احنا لو سيبنا له نفسنا هياخد مننا مبالغ بصراحه، بس انا حبيت ان انا ايه اعرضه معاكم بالورقه والقلم، وهعرضه كمان معاكم مشتريات عمليه، وابدا ان انا اشتري الحاجات دي واصورها معاكم واطبقها معاكم في ارض الواقع، يعني عشان ما تكونش ميزانيه على ورق كده وخلاص. هجيب باكو باهي ب30 جنيه. انا بصراحه بحب الباهي، رغوته حلوه وسعره برضو كويس. هجيب كمان صابونة للحمام ب15 جنيه، وهجيب ب10 جنيه صابون سائل، وهجيب ب5 جنيه كلور، يعني عشان لما اجي انضف الرخامة بتاعتي او الحمام او الحوض او كده. وهجيب ب5 جنيه سلك او سبونشة، شوفي انتي اللي انتي محتاجاه مثلا الاسبوع دوت وابدأي جيبيه. البند معايا اللي بعد كده اللي هو العطارة. العطارة تكلفتها معايا الأسبوع دوت 170 جنيه. وما تنسوش إن أنا في بداية الميزانية دي قلت لكم إن هي
من غير عيش ومن غير كمان تموين. وقصدي بمعنى كلمة تموين ان هي من غير زيت. تمام. احنا يعني لسه كلنا في اول الشهر، وكلنا على الاقل اكيد عندنا ازازة زيت واحدة من بتاعة التموين. وبصراحة اللي ما عندهمش يعني بطاقة بيقدروا يجيبوا بيها عيش او زيت للتموين، الله يكون في عونهم بصراحة. يعني العيش ده لوحده عايز ميزانية لوحدها. ربنا ييسر لهم امورهم ويوسع عليهم. في بند العطارة هنجيب في البداية خالص 2 كيلو رز. الكيلو عامل 28 جنيه، يبقى الإجمالي 46 جنيه. هجيب نص كيلو مكرونة، شوفي اللي انت بتحبيه سواء كان اسباجيتي او قلم. انا عاملة هنا نص واحد بس عشان المنيو بتاعي النهاردة احنا هناكله فيه مرة مكرونة. تمام. هجيب كمان ب6 جنيه ربع شعرية، وهجيب ب25 جنيه بهارات مشكلة. يعني ايه بهارات مشكلة يا شيماء؟ يعني اجيب مثلا ب10 جنيه فلفل، وب10 جنيه كمون، وب5 جنيه مثلا كزبرة. تمام. الاسبوع اللي بعده الكمون هكون يستحيل خلصت مثلا ب10 جنيه كامل، كله قصدي. فانا اجيب مكان الكمون اجيب مثلا ال7 بهارات. فاهمين قصدي ولا لا؟ فكل اسبوع جيبي كده ب25 جنيه ب30 جنيه بهارات. هتلاقي ان انتي استخدامك للشهر للبهارات مش هيتعدى ال100 ال150 جنيه. هجيب كمان معايا ب15 جنيه باكو شاي على قد الأسبوع، ومعايا كمان 25 جنيه هجيب بيهم ربع كيلو سمنة سايبة. تمام. ومعايا 10 جنيه هجيب طمن عدس بجبة، و10 جنيه هجيب طمن حمص الشام، وهجيب كمان ب20 جنيه نص رقاق عشان هعمل فطير بالصدق. تمام. يبقى انا تكلفة العطارة معايا 170 جنيه. بروتين اهم حاجة يعني. تكلفته معايا 425. انا هقسمه 4 ايام بروتين في الاسبوع، و3 ايام هيبقى خضار واكل نواشف. هقسمهم ازاي طيب يا شيماء؟ انا هجيب كيلو ونص سمك. الكيلو ب80، يبقى الاجمالي 120 جنيه. وهجيب ب65 جنيه ربع مفروم برازيلي. وهجيب كمان ب60 جنيه ربع صدق عشان هعمل فشيرة شرقي زي ما قلتلكوا. وهجيب كمان فرخة سليمة على بعضها ب180 جنيه. هي الفراخ الحمد لله سعرها رخيص اليومين دول، فانتي حاولي تستغلي الفرصة دي وتجيبيها فرخة على بعضها، وتقولي للراجل انا عايزة يكون صدرها عريض، علشان لما اجي اطلع منها شرايح بانيه، او اجي اخد الصدر اخليه، اشوف انا هدخله في اي وصفة يكون رامي معايا كمية لحم محترمة. تمام. الفرخة دي انا هقسمها على وجبتين زي ما قلت لكم. هاخد البانيه بتاعها اعمله في وجبه، وهاخد الوركين اللي متبقيين من الفرخه مع الاجنحه والرقبه والكبده والانصه، وابدا ان انا اعملها وجبه تانية. يبقى كده من 4 ايام بروتين انا كده خليتهم 5. يبقى كده اتبقى معايا في الاسبوع يومين بس من غير لحوم. فاهميني ولا لا؟ يعني انا عندي سمك، وعندي لحمه مفرومه، وعندي الصدوق، وعندي الفرخه. الفرخه دي انا هقسمها على وجبتين. هعمل من ضمنهم بانيه، وبقيه الفرخه الوركين والجناحين والرقبه والكبده والانصه ابدا ان انا ادخلها في صينيه بطاطس مثلا، او ان انا اعملها للولاد بطريقه الكنتاكي المقرمشه دي مع شويه رز بالكركم كده اصفر، وهتبقى حلوه برضو. معايا في البند اللي بعد كده الخضار. انا ببص لقيت نفسي ما كنتش كتبته لسه هنا، فقلت خلاص خليني في الكراسة اللي انا كنت بحضر فيها كده، وابدأ ان انا اعرضها معاكم. معايا للخضار هجيب ب15 جنيه كيلو وربع بصل. هو الكيلو اليومين دول على 12، فانا هجيب كيلو وربع ب15 جنيه. وهجيب كمان معايا ب20 جنيه بطاطس. البطاطس سعرها اليومين دول 12 جنيه، فانا كده تقريبا بال20 جنيه دي هجيب 2 كيلو الا حاجات بسيطة. وهجيب كمان ب15 جنيه طماطم. شوفي بقى ايا كان سعرها عندك انت ايه، يعني ال15 جنيه دول جابولك 3 كيلو ماشي، جابولك 2 كيلو ونص مفيش مشكلة. تمام. وهجيب كمان كيلو خيار ب15 جنيه. وهجيب ربطة ملوخية ب10. وهجيب نص كيلو بامية ب30 جنيه. ومعايا ب5 جنيه خضرة. ومعايا ب5 جنيه ليمون. ومعايا ب5 جنيه فلفل اخضر. شكلي بقى، هو الفلفل اليومين دول رخيص، جيبي حامي على بارد على كوبي كده، يعني حاولي تشكلي النص كيلو بكذا صنف، يعني كوبي وحراق وطويل. انا كده تكلفة الخضار معايا كاملة كلها 120 جنيه على بعضها. بصوا انا هنا هبدأ اعرض معاكم المنيو. انا قلت لكم احنا جايبين هنا مشتريين 4 ايام بروتين، بس احنا هنخليهم 5 عشان احنا جايبينها فرخة كبيرة، وهنقسمهم على يومين. تمام. هيبقى معايا مرة بانيه مشوي
مع مكرونه مع شويه بطاطس محمره. ويوم تاني هيبقى معايا باميه ورز وسلطه وشويه مخلل. عندي فكرة بالنسبة للبامية دي، انا ممكن اخد اللحمة المفروم اللي فوق دي واعصجها وابدأ ان انا ادخلها مع حلة البامية. بتديني طعم جميل ومختلف للبامية بصراحة. بتبقى زي الخضار باللحمة القطع كده. والعصاج لما بيتحط في الصلصة بينفش كده كمان وبيشرب منها، وما شاء الله هيعمل لي حلة بامية محترمة كده باللحمة المفرومة. انا ممكن بدل ما هاكلها كده على يوم واحد اللي هو يوم البامية، لا انا كده اخليها ليومين طالما بقى فيها المفروم وبقى فيها البامية. تمام. تالت يوم معايا هجيب سمك. رابع يوم معايا لو ما استخدمتش المفروم دوت في البانيه، انا ممكن اعمل بالربع المفروم ده البفتيك الكداب، او اعمل معايا كفتة رز، او اعمل زي ما قلت لكم بامية بالمفروم على يومين. تمام. اليوم الخامس اللي معايا بعد كده كشري مصري واعمل معاه عيش محمص. اليوم السادس معايا هعمل اوراق زائد الملوخيه ورز. احنا كنا عاملين في المشتريات ملوخيه، كيلو ملوخيه ب10 جنيه، ومتبقي معايا من الفرخه هنا وركين وجناحين والرقبه والكبد والقوانص، فانا اعملها مع الوركين دول، والشوربه اللي هتطلع اعمل ملوخيه. طب لو انا مش حابه اعملها جنب ملوخيه، انا ممكن اعملها بطريقه كنتاكي اللي هي المقرمشه، مع شويه رز بالكركم كده، وهتبقى حلوه والولاد برضو ايه هيحبوا الاكله ديت. سابع يوم معايا وهو اليوم الاخير هعمل فطير شرقي بالصدق اللي هو بالرقاق، سواء كان رقاق طري او رقاق ناشف. شوفي انتي المتاح عندك ايه، وابدأي تجيبيه واعمليه وبتبقى حلوه قوي. تمام. كده يعتبر عرضت معاكم الميزانية كلها بكل البنود اللي انا هحتاجها فيها علشان اقضي معايا الاسبوع ده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هبدأ ان انا اشتري معاكم المشتريات ديت، وابدأ اعرضها معاكم واقسمها لكم زي ما عملتها لكم في فيديو قبل كده، كل يوم منفصل هتبقى تكلفته معايا كام، عشان لو في ناس برضو اصحاب الدخل اليومي، يعني مش شرط ان هي تاخد المرتب بتاعها مثلا بالاسبوع او بالشهر. لو حد اللي بياخد المصروف بتاعه باليوم، تبقى عارفة مثلا ان يوم السمك ده هتبقى تكلفته واقفة عليا قد كده، يوم البفتيك الكداب ده هتبقى تكلفته واقفة عليا قد كده. ده كده الميزانية بتاعت اول اسبوع في شهر 8. والله يا بنات انا حاولت على قد ما اقدر، بس هي الله المستعان، هي العيشة غالية والدنيا غالية على الناس كلها، وهي كل البيوت ماشية ببركة ربنا والله. هي ولا شطارة مني ولا شطارة منك ولا شطارة بالورقة والقلم كده ولا أي حاجة خالص، يعني هي في الأول وفي الآخر ماشية عندنا كلنا ببركة ربنا. فإن شاء الله ربنا يبارك في القليل ويزيد. لو انتي امكانياتك تجيب اعلى من كده واكتر من كده مفيش اي مشكلة، بس انا عملت الميزانية ديت لان في حد كان طالب مني ميزانية 1100 جنيه ل4 افراد، فانا حاولت والله على قد ما اقدر ان الميزانية تكون متنوعة، ما فيهاش حرمان، فيها بروتين عالي عشان لو في اطفال كمان. يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في الفيديو بتاع المشتريات اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.